هل ظنوا أن كرامة المغربي مجرد ورقة في مهب الريح؟ هل اعتقد باتريس موتسيبي أن صمته المريب سيمر دون حساب؟ اليوم ومن قلب الرباط صدر القرار الذي سيغير وجه كرة القدم الإفريقية إلى الأبد. نحن لا نتحدث عن احتجاج بسيط، بل عن تسونامي قانوني يقوده نادي المحامين بالمغرب. استعدوا، لأن الملف الأسود للكاف قد فتح والرؤوس الكبيرة بدأت ترتجف. بعد وضع كأس إفريقيا تحت الحراسة القضائية في خطوة أولى أربكت حسابات الجميع، انتقل المغرب إلى المرحلة الثانية، الهجوم الشامل. نادي المحامين بالمغرب برئاسة الأستاذ مراد العجوطي وبتنسيق غير مباشر مع الجامعة الملكية وضع اللمسات الأخيرة على دعوى قضائية دولية تتهم الكاف رسميا بالتقصير المتعمد والتواطؤ في الاعتداءات. الملف المغربي يرتكز على 3 نقاط قانونية قاتلة. أولا، خرق مواثيق السلامة والمنظمات الرياضية الدولية. ما حدث في السنغال ضد البعثة المغربية ليس شغبا، بل اعتداء موثقا بالكاميرات، والكاف رفضت تفعيل لجان اليقظة. ثانيا، التمييز العنصري والخطاب التحريضي. المحامون المغاربة جمعوا أدلة رقمية تثبت أن الخطاب الموجه ضد الجماهير المغربية تجاوز الرياضة إلى السياسة والعرق، وهو ما يضع الكاف تحت طائلة عقوبات الفيفا الصارمة. ثالثا، خيانة الأمانة المؤسساتية. كيف يمكن الاتحاد قاري أن يحمي دولة منظمة فشلت في توفير أبسط شروط الحماية لضيوفها؟ بالمغربية الواضحة، هذه المرة اللعب سالة. نادي المحامين قرر يجر موتسيبي ومن معه للمحاكم الدولية، ماشي غير الرياضية TAS، بل حتى المحاكم الجنائية في دول أوروبية، فإن الكاف عندها مصالح وتوقيعات. اللي قاص مغربي وقاص الراية المغربية، خاصه يعرف بلي كاين جيش من الخبراء القانونيين اللي ما غاديش يخليه الحق يضيع. هذه معركة كرامة قبل ما تكون كورة، والرسالة وصلت. المغرب خط أحمر، الكرة الآن في ملعب القضاء الدولي. الكاف تحاول بكل الوسائل ثني المغرب عن هذا التصعيد، لكن الملف أصبح بين أيدي نادي المحامين الذي لا يساوم. هل نحن أمام نهاية حقبة الفوضى؟ وهل ستكون هذه القضية هي القشة التي تقسم ظهر موتسيبي؟ السؤال: هل تؤيدون تصعيد نادي المحامين للملف إلى المحاكم الدولية الجنائية، أم ترون أن العقوبات الرياضية من الكاف كافية؟ شاركونا رأيكم القوي في التعليقات.